السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتوني كتير كتير كتير، يا رب دايما كلكم تكونوا بألف خير. هبدأ الفيديو بتاعي اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اليوم بقى النهارده بادئينه من بدري خالص ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله ما عادش طاقه سلبيه، ان شاء الله كله طاقه ايجابيه. هنبدا بقى فيديوهاتنا تاني بقى بالنشاط بالحيويه، هتتشجعي هتقومي تخلصي اللي وراكي، هتقومي تخلصي. المهم النهارده بقى احنا خلاص المطبخ عندنا كان زي الفل، كمان حمام الغسالات بتاعنا بقى زي الفل. لا لسه الشقه عايزه تنظيف. اشوفه والله العظيم بحطة ايدكم يا جماعه من الفيديو الاخير، كل حاجه زي ما هي ما اتشالتش من مكانها. عايزه اقول لكم ان الاسبوع ده فاصل كده، يعني اعتبروه ان هو مش موجود اصلا. المهم ما فيش حاجه اتعملت والله من ورا الكاميرا، كله بعمله معاكم. المهم طبعا دخلت اول اوضه، الاوضه بتاعت الانتريه دي. بصوا هي انا شقتي كبيره شويه فبتاخد مني مجهود، كل الشقه بتاخد مني مجهود. الا الاوضه ديت انا بحس ان هي تقريبا بتاخد مني وقت في تنظيفها اكتر من الشقه كلها. هتقولي لي ليه؟ هقول لكم ما اعرفش. الاوضه دي انا عملتها في يوم، بقيت الشقه كلها عملتها في يوم لوحدها. فالمهم انا برضو هوريكم هي فعلا بتاخد وقت طويل ليه، انا مش عارفه. فالمهم كنت عايزه اعرفكم ان الاوضه كلها كانت تراب، كل مكان في الاوضه تراب. طبعا بدات بالشبابيك اول حاجه خالص، وعموما اصلا من اساسيات النظافه اللي انت المفروض تبقي عارفاها. انا عارفه انتوا شاطرين والله بس يعني احنا بندردش مع بعض. اول حاجه خالص ادخل الاوضه كده واسمي الله، وابدا اول حاجه خالص اشيل منها اي تراب. اي تراب بقى طبعا ببدا بالشبابيك، اللي هو المكان اللي بيبقى اكتر تراب عندك في الاوضه هو الشبابيك والبلكونات. نظفتها وظبطتها، هبدا بقى ان انا ازعق في السقف بتاعي، وكمان انضف البرائع. طبعا الوقت اللي طالع الوقت البرائع المودرن يا جماعه اللي هو الخشب مريح جدا ما عادش بقى الحاجات دي بجد يعني بتبهدل شويه في التنظيف. بس على مين بقى؟ مسكتها نضفتها تنظيفه، كل التراب اتشال. بعد كده بقى همسك الخشب ذات نفسه بتاع الانتريه، كل ده همسك برضه اشيله التراب منه. كمان الترابيزه بقى بالخزن بقى اللي فيها نضفها برضه. اي حاجه بقى ملهاش لازمه بتشيليها بتنضفيها. بقى اللي مريحني اصلا ان انا شلت الانتريه دي كلها غسلاها. كمان المخدات غسلها، طبعا ده معاكم في الفيديو الاخير. دي حصلت ابني بقى قاعد بيلم بيجمع عايز يجيب سكوتر، فالمهم سايباه يعني يجمع براحته يعني. فاهمين؟ على فكره هي دي ميزه حلوه قوي اما تخلي ابنك يلم او يجمع ان كان عايز حاجه، مش ان يبقى عايز الحاجه بقى تروح تشتريها له على طول، لا عشان برضو يبقى عارف قيمه الحاجه، وكمان يحافظ على فلوسه، ما يبقوش مهلكين يا جماعه. المهم طبعا خلصت بقى التراب والحاجات دي، وقلت لكم ان انا غاسله الشنط بتاعتي ومشمساها والدنيا تمام. جبت بقى شويه ميه حلوين كده وحطيت عليهم كلور الوان وحبه برسيل جل حلو قوي في التنظيف. وكمان انا جايبه بقى معطر بريحه الياسمين عشان بقى ريحه الشبابيك تبقى ريحه الياسمين. مسكت اول حاجه طبعا غسلتها الشبابيك، طبعا بقى بعدت الانتريه خالص في جنب، ومسكت الحاجات دي كلها كانت محتاجه فعلا ميه. انا شغل الميه ده بقى عشق الاول والاخير. مجرد بس ما بتغسلي الشبابيك عندك او بباني البلكونه او الحاجات دي بميه، وخصوصا بقى لو انت حاطه فيها معطر وحاجات من دي، بتشمي بقى يا جماعه احلى نسمه ممكن تشمها في حياتك. انا في اعتقادي كده يعني دايما لازم تحافظي على نظافه شباكك، حتى ما يدخلك شويه هوا يا جماعه يدخلهولك وهو فاهمين يعني هوا نقي كده. كانت برضو الحيطه بتاعت البلكونه ما كانتش عجباني، فحبيت برضو ان انا امسكها يعني ايه اديها برضو شطفه كده على السريع. بتاعت المشابك بقى شلتها، اي حاجه بقى كانت بتقابلني كنت بمسكها اغسلها والله، ما سبتش حاجه في الاوضه. المهم ان الاوضه كلها من فوق لتحت اتغسل. خلصنا بقى كده البلكونه والشباك والحاجات ديت. مسكت بقى النجفه بتاعتي بقى لمعتها. النجف الكريستال حاولي ان انت يعني تبعدي الميه خالص على قد ما تقدري، بحيث ان النحاس اللي عندك يفضل نضيف زي ما هو، ما يحصلوش اي حاجه او ان هو يغمق. يا دوبك بس الكرات الكريستال ديت بتلمعيها بملمع الزجاج، اكتر من كده ما فيش يعني، هو جلاس بس. اما النحاس ذات نفسه فوطه ناشفه بس. المهم طبعا بقى هلمع النجفه بتاعتي كلها، طبعا فرق خالص لما بتلمعاها بقى بتلاقيها اصلا ادت اضاءه تانية خالص. وهبدا بقى ان انا هعمل ميه تانية او اعمل ميه تاني احنا ورانا حاجه الا الميه النهارده. المهم حطيت برضو كلور الوان، وحطيت برسيل جل، ده استخدميه بجد حلو قوي، احلى من الحبيبات كتير كتير كتير. وجبنا بقى نمسح ايه بقى، الحيطه اللي في الاوضه كلها اتمسحت. مسكت كل الحيطان لما عرفت اشوفوا الاوضه خدت وقت قد ايه. والله انا بتهيالي ان الاوضه خدت اليوم كله، على العكس سبحان الله ان بقيه الشقه يعني الصالون والسفره واوضتين النوم لا ما خدوش الوقت ده كله، يعني مش عارفه ليه هي اللي خدت الوقت ده كله.
المهم همسك بقى الحيطان كلها، وبرده من تحت البراءه بقى مسكت برده مسحتها. كمان الباب مسحته، الطبلوهات دي برده مسحتها، يعني في حاجات كمان انا عملتها يمكن ما اتصورتش. المهم هخلص بقى الحاجات دي كلها وهدخل على اصعب شغلانه انا عملتها في اليوم ده. قبل ما اقول اي حاجه بقى بجد انا عايزه اشكركم بجد، كل اللي دعالي وده علمني ما بتحرمش منكم ابدا. ربنا يخليكم ليا، كلامكم ده يا جماعه تاج على راسي بجد. ربنا يخليكم ليا، انا بقرا التعليقات والله كلها، ما تحرمش منكم ومن ذوقكم ابدا، ربنا يديمكم نعمه في حياتي. المهم مسكت بقى الانتريه كله دعكته، عايزه اقول لكم ان انا دعكته بفرشه كمان. المهم ما لمعته بقى وخلصته، وهمسك بقى كمان الخشب ذات نفسه انضفه. شايفين انا ما سبتش والله حتى الفروقات البسيطه ديت، كنت بحاول ان انا المعها، يعني ما فيش حاجه عايزه اقول لكم ان انا سبتها. التراب بتمكن من الشقه اول يومين اللي فاتوا سبب تعبي، كمان اصلا الجو ما كانش حلو، وما كانش طبعا حد بيعمل حاجه في البيت، فمسكت بقى بصراحه يعني الحمد لله ان انا قدرت ان انا انضف وارجع الدنيا تاني زي ما كانت. انا كنت داخله الانتريه ما بقيتش مصدقه ان انا هرجعه تاني نضيف وارجعه تاني زي الفل. المهم خلصت الانتريه وظبطته. الاباجوره دي بقى عندي بقالها 13 سنه، مسكتها بقى لمعتها كويس جدا بجد. ما بتنضفيها بيبان فيها على فكره انا اللي كنت دهناها، يعني هو كان الدهان بتاعها اكمني بقى لها فتره وكده، كان الدهان بتاعها راح، كنت انا بقى جبته ودهنته ووضبتها، بس والله العظيم طلع شكلها جميل. يعني في الاخر بقيت احس ان انا لبخت الدنيا، بس والله ظبطت ولونها بقى جميل. المهم همسكها بقى لمعها واظبطها. على فكره انا كنت حطاها في الانتريه، بس حسيت ان الانتريه كده زحمه قوي، يعني انا حتى بعد تصوير الفيديو لا شلتها وديتها في الصالون، لان حسيت ان الانتريه كده زحمه كتير قوي. انا اصلا بحب دايما الحاجه في المكان ما تبقاش كتير، ما تبقاش الاوضه بقى متكدسه بقى عفش وحاجات من دي، لا تبقى الحاجه بسيطه. مسكت برضو بقى الشاشه بالترابيزه بتاعتها لمعتها كلها، ومسكت بقى ميه اشد بقى. طبعا على فكره الاوضه اصلا كانت غرقانه ميه بعد ما غسلت الشبابيك والدنيا دي كلها، بس برضو رشيت ميه وشديت كل الميه دي كلها، ورجعت بقى كل حاجه مكانها، عشان اصلا لسه همسح تاني بالشرشوه. يعني انا مش هستكفي بالميه بس دي، لا طبعا الميه دي كلها مليانه كلور. النظافه بقى يا جماعه كلور، حطي بقى تحت الكلور ده 100 خط. المهم هشد بقى الميه دي كلها وارجع كل حاجه مكانها. الشغل والله بالنسبه لي على قد ما الاوضه خدت مني وقت طويل، بس انا مبسوطه لان انا عملت كل حاجه على اكمل وجه، ما سبتش حاجه في الاوضه. الاوضه كلها يعني عايزه اقول لكم ان هي ما شاء الله بجد بتلمع. انا خلصت لقيت الاوضه بتلمع لوحدها. طبعا بقى الميه اللي في الاوضه كلها طلعتها بقى في البلكونه، وهشيل بقى الميه دي كلها وهمسك بقى ايه امسح بالشرشوب. يعني الشرشوبه بقى بزياده نظافه كمان عن المساحه، وهسيبها بقى تنشف خالص والدنيا تروق خالص وتنشف. ولما نشفت انا كان عندي البرقع زي ما انتم شايفين كده. طبعا البرقع ده مش كده لوحده، لا طبعا له جنوب، بس انا كنت بقالي فتره طويله، يعني انا من قبل حتى ما افتح القناه ما كنتش مركباه. انا هطلعه واركبه. طبعا دي الشيلات لبستها بتبرق يا جماعه، بتبرق لوحدها. لو الحاجه دي لما اتغسلت بجد جالها شكل تاني خالص. المهم بقى الجنوب دي طبعا بقى لها فتره طويله بقى طلعتها بقى وظبطتها، وطبعا عندي العلاقات بتاعتها والحاجه كلها عيناها، يعني خساره يعني انا هفضل عيناهم ليه، لا طلعتهم. المهم بقى ظبطتهم وعملتهم بجد عاطي شكل حلو قوي، يعني حاسه بالاوضه باختلاف. اكمني انا بقى لي فتره طويله عيناهم ما طلعتهمش، حسيت منظر احلى يعني بصراحه. المهم عملت الجنبين دولت، برضو هعمل شويه حاجات برضو في الصاله، يعني طلعت برضو جنوب في الصاله وكده، بس برضو حاجات بسيطه عشان احنا مهما كان برضو في الصيف. المهم خلاص بقى خلصنا، الارضيه نشفت الدنيا تمام. احط بقى، شايفين لون الانتريه عامل ازاي؟ حسيت ان هو نور يا جماعه والله، يعني ده هو كمان يعني كان لسه برضه عايز ينشف شويه، بس انا حسيت ان هو منور لوحده. المهم لا بجد لما بتفكي الشلت وبتغسليها لا حاجه تانية خالص خالص، غير انك تمسحيها من بره كده. طبعا الارضيه بقى بتلمع كلور. بصوا عايزه اقول لكم انها شربت كلور النهارده، يعني قضاها سنتين كمان. همسك بقى افرش السجاده بتاعت، طبعا كنت مسحاها معاكم ومشمساها ونضيفه وزي الفل. هفرشها بقى وارجع الترابيزه وابدا بقى ايه الشغل بقى اللي انا بحبه. الشغل بقى اللي هو بصراحه يعني الشغل الحلو. حبيت ان انا احط الشجره دي هنا يبقى شكلها حلو، يعني جنب الترابيزه هتدي شكل، بس انا ما حبيتش بصراحه احط فيها اضاءه، لان الترابيزه فيها اضاءه وهي يبقى فيها اضاءه احس ان الدنيا اوفر قوي. طلعت بقى المفارش اللي هي الفرو دي، حبيت ان انا احطهم هنا.
بصوا انتوا هتلاقوني بحط في الواحده 2. انا برحم نفسي من كتر غسيل المخدات لان انا تعبت، فقلت مخده واحده بس يعني فاهمه، تكوايه واحده بس من الفار واحط فيها 2 واقلب يعني خلص نفسي، تفضل الحاجه متحافظ عليها. الحاجه اللي بيبقى لها كسوه بجد بيبقى سهل قوي غسيلها، انما طبعا الحاجه اللي ملهاش كسوه بيبقى صعب قوي غسيلها. طبعا ابني يعني جبر بخاطر، قال لي انت هبطتي، لقيته جايب لي بتاع بيبسي وبيقول لي اشربي يا ماما، كتر خير ربنا يخليهم يا رب. وحطيت برضو المفرشين دولت على الترابيزه بحيث ان الطقم يبقى واكل من بعضه، وكده خلاص عندي الانتريه بقى زي الفل. ما عادش بقى طبعا الا ديت البلكونه بتاعت دي، انا مفتقداها بقى لي فتره لان بجد كانت بتنضف لي البلكونه قوي. طبعا غسلاها ونضيفه وزي الفل. المهم بقى هفردها ويبقى كده عندي خلاص الاوضه عندي بقت بتبرق. طبعا كان عندي غسيل بقى غسلته ونشرته، وشايفين بقى الاوضه عامله ازاي. لا بجد حلوه، لا بجد 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 نضيفه نضيفه نضيف. طب قولوا لي بقى بجد انا سبت حاجه؟ لو انا سبت حاجه قولوا لي انت سبتي حاجه، والله الاوضه كلها على بعضها. بذمتك بقى لو انت شايفه ان انا تعبت في الاوضه دي فعلا والاوضه بجد نطفت، اعملي بقى اللايك، ولو ما اشتركتيش اشتركي معانا. المهم طبعا يعني لا بجد انا ما كنتش متخيله ان انا اعرف انضفها كويس جدا كده. بجد انا مبسوطه قوي انها وصلت للمرحله دي، لان فعلا الاوضه لو انتوا كنتوا ملاحظين اصلا كانت مليانه تراب. طبعا انا بقى كنت مخلصه الساعه كام؟ الساعه 5. هتقولي لي اتاخرت كده ليه؟ في فطار يا جماعه في النص وفي غدا كمان، فيعني اعرفوا ان مش كله بيبقى تنظيف بس. انا كان عندي الورده ديت، كان حد بتاع ستاير عطاهاني وكده، فكان عندي مسمار في المكان ده فقلت احطها في المكان ده عما اجيب له برواز ان شاء الله. الغدوه بقى المنقذه في اليوم ده هو ايه؟ طبعا سمك. عملت بقى رز وسلطه، وده كان اكلنا النهارده، وده كان يومنا بسيط. انتظروني ان شاء الله باذن الله في فيديوهات كتير. بحبكم في الله، مع السلامه.